جماعة ألمانيا امبارح الشرطة الألمانية بتعتقل تيك توكر عربي ألماني محتواه ديني بحت على السوشيال ميديا وعنده كتير من الفولورز. كان يفتح لايفات ويتبرع لبناء المساجد وللأطفال في الدول العربية والإسلامية المتضررين من الزلازل والحروب. هذا الشخص كان يقول إنه هاي الأموال رح تروح لهدول الأطفال ولبناء المساجد، وعلى قوله ما كان ياخذ منها ولا سنت. ولكن الشرطة الألمانية امبارح بتفاجئه وبتعتقله قدام بيته، مثل ما انكم شايفين هاي السيارة المرسيدس السوداء الAMG له، وبتوجه له تهم مثل النصب والاحتيال وجمع تبرعات وسرقة هاي التبرعات. حسب ما ذكر المصدر انه هاي التبرعات كانت توصل ل 350 ألف يورو بكل تحويلة، يعني رقم بالملايين. انا بس مستغرب يا جماعة انه هدول الاشخاص هذا او غيره من جميع الاديان والطوائف اللي بتجمع تبرعات باسم الدين والناس المحتاجة، كيف تقدر تنصب على بيوت الله وتسرق اموال المحتاجين؟ يعني انك تكون حرامي نص مصيبة، بس انك تسرق اموال الله والمحتاجين هذا شيء كبير. معي حق ولا لا؟ اكتبوا لي رايكم بالتعليقات. للمزيد من الاخبار اصدقائي اشتركوا بالقناة. تضلوا بألف خير.